بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعم الآخرة يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. ويا رب نكون خرجنا من رمضان ويكون دعائنا مستجاب يا رب العالمين. هنا بقى هنعمل ايه؟ احنا غيرنا في العيد، قلنا مش هناكل رنجة ولا فسيخ، هناكل ام الخلول او قواقع البحر حسب ما بتسموها في كل بلد. هنا جبنا ام الخلول بتاعتنا، حجمها حلو، ما شاء الله ملحمة زي ما انتم شايفين اهي. وحطينا فيها يعني حطينا فيها مية، نقعناها في مية وملح. نقعناها في ملح، وأول ما بتبتدي تتفتح معاكي بالطريقة دي يبقى هي كده ايه، عشان كل لو فيها رملة طبعا وفيها أي حاجة أو رواسب بتنزل منها. هنا بنوريكم أول، يعني هي كانت جاية مقفولة خالص، بتحطها في المية وبتحطيها في الملح وشوية خل، وبتبتدي بقى ايه تطلع ايه. بصوا اهي، بتبتدي تتفتح من القوقعة بتاعتها. كده بتعرفي ان انت ايه، هي بتنزل بقى الرملة وكل اي رواسب فيها. طبعا بتتنقع وبتتغسل بطريقة كويسة جدا عشان ما يبقاش فيها رمل ويطلع في الاكل. هنا هنصفيها اهو، هنشيلها من المية وهتشوفوا المية نازل منها ايه الرملة بتاعتها. طبعا هتعيدي عملية الغسل بتاعتها دي كم مرة لحد ما تحسي ان المية بتاعتها صافية خالص. عشان طبعا احنا هنعمل بيها النهاردة ايه، هنعمل بيها شوربة. والشوربة بتاعتنا بقى تكون صافية كده وحاجة يعني عظمة العظمة. العيد السنة دي يعني مش عارفة الناس راحوا فين، البلد بتاعتنا كل الناس مش موجودين. يا رب يكون عيد سعيد، ويا رب نكون دايما متجمعين في الخير. ونكون يعني ايه بنفيدكم ان شاء الله بأي حاجة. هنا هنعمل ايه؟ هنا ايه المية بقى، طبعا الغسيل بتاع ام الخلول ده لازم يكون الغسيل بتاعها كويس جدا، عشان فيها رملة، فيها زوايد تنزل منك وما يبقاش فيها حاجة تضايقك في الشوربة بتاعتك. طبعا في ناس بتعملها زي متشوحة كده، نفس الطريقة اللي احنا هنعملها بيها بس متشوحة، ما بتزودهاش مية ولو انتي مش عايزة شوربتها. بس احنا قلنا ايه، ناخد الشوربة بتاعتها كده بقى مع شوية ليمون مع شوية رز. يا سلام، كانت وجبة متكاملة متكاملة. طبعا الغسيل بتاعها كان يعني غسيل بذمة اهو. تغسلي حاجتك كويس، يعني عشان ميبقاش فيها رمل. بصوا ما شاء الله بتلمع ومتفتحة كلها. بصوا 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 الرملة اللي نازل منها دي، يعني دي تقريبا 10 غسلة او 9 غسلة. فانتي كل ما تنقعيها وتنزل الرواسب بتاعتها اعرفي ان هي عايزة تتغسل تاني. خلاص بقى غسلتيها ونقعتيها كام مرة وغسلتيها كويس، ميتها صافية وما نزلش منها اي رواسب، خلاص يبقى انت كده ايه غسلتها كويس. هنا حطينا شوية كمون، وحطينا حتة سمنة بلدي. كنا شارين كمون جديد فقلنا نحمصه يعني ايه بالمرة. مع حتة زبدة، يعني حتة سمنة بلدي اهي. السمنة دي سمنة بلدي فلاحي متسيحة وجاهزة يعني على العمال على طول. احنا مش هنكتر لها يعني المادة الدهنية عشان احنا مش عايزينها. يعني مش هنعملها زي طاجن كده يعني، لا احنا هنعملها بشوربة. عشان يعني ايه، عايزة اقولكوا الشوربة بتاعتها كانت روعة. هننزل بقى بأم الخلول بتاعتنا، يا أم الخلول يا أم الخلول. دي هتقلبين في بعض كده. وهنعمل ايه بقى؟ هنا هننزل بهريسة فلفل دي دوت شطة، دي شطة نحطها، دي شطة. وهنحط هنحط البهارات بتاعتنا. هنحط طماطماية وهنحط بصلاية وهنحط توم. تاخدي بقى يعني احلى شوربة ممكن تشربها في حياتك، ورق لوري. هتحطي البهارات بتاعتك. بصراحة الشوربة دي كانت حلوة قوي. طبعا بتاكلي وبتتسلي يعني في نفس الوقت. حاجة حلوة وكان الجو في اليوم ده كان ساقع، الجو بيجي بالليل يا جماعة ساقع جامد. فكانت أكلة يعني ايه، تحفة تحفة تحفة.
يعتبر للناس يعني لبعض الناس ان هي مش اكلة، بس مثلا جاتلك ام الخلول دي هدية انت اشتريتيها، ومش عايزة تضيعيها كده وعايزة تعمليها وجبة متكاملة زي ما انت شايفة هتشوف في الفيديو معانا النهاردة. يعني وجبة متكاملة من كل حاجة، هتلاقي سلطة، هتلاقي رز، هتلاقي شوربة، هتلاقي حاجة يعني ايه تتسلي فيها وانت بتاكلي من الشوربة. بصراحة والله العظيم كان طعمها تحفة يعني. نزلنا بالبصلة بتاعتنا وطماطماية، طبعا لو في جزر طبعا حطي، بس ما كانش في جزر فما حطيناش. هنا بقى ايه، اديها تقلبتين في بعض كده وانزلي بالمية بتاعتك. بصي بقى المية نازلة، شفتي الشوربة طالعة عاملة ازاي؟ شوربة صافية دسمة، يعني دسمة حتة الزبدة الفلاحي اللي احنا حطيناها برضو، وكله كانت شوح اديناهم تشويحة تمام مع بعض وكله تفاعل مع بعضه، واديتك الشوربة اللي انت شايفاها دي. كانت شوربة تحفة تحفة تحفة. أكلة لذيذة. في ناس زي ما قلت لكم إن هي بتعتبرها مش أكلة، مش مشكلة، ممكن تعملها كده برضو تشربي طبق شوربة بس، وتتسلي بأم الخلول. وتاني حاجة ايه، هت يعني لو في ناس بقى عايزين يعملوها وجبة متكاملة، هتعمل مثلا، هتعمليها هتقلي جنبها بطاطس. طبعا عايزة تجيبيها جنب سمك، جنب أكلة سمك كاملة، يبقى برضو بتبقى حلوة. فاحنا هنا يعني دي كانت جايه لنا، حد يعني معرفة كان جايبها لنا، فقلنا ايه نستغلها أكلة يعني. مرضناش بقى ناكل لا رنجة ولا فسيخ، فقلنا نقول لكم الطريقة التحفة دي وسهلة وجميلة وعظمة والله. هنا هنعمل رز حبة وحبة. بنغسل طبعا كمية الرز كلها مرة واحدة، وبننزل بربع كمية الرز اللي معاكي في شوية زيت. طبعا بتحطي، عايزة تحطي زيت وسمنة انت حرة، عايزة تحطي زيت بس انت حرة، بس هو الأساسي في الرز ده الزيت، عشان السمنة ما تخليش الرز يلزق منك ويبقى معجن. اهو نزلنا بالرز بتاعنا. بتنزلي بربع الكمية اللي معاكي اللي انت هتعمليها، او تنزل او مش عايزة تنزلي بربعها، تنزلي بحبة تحمريهم كويس وتنزلي ببقية الرز بتاعك. طبعا الرز الكمية كلها بتتغسل مع بعضها، ويا دوبك بتاخدي حبة تحمريهم، وبتنزلي ببقية كمية الرز. المية اللي على النار دي كنا بنغلي المية عشان نحطها على الرز، نسقي بها الرز يعني. تفضلي طبعا تقلبي في الرز ده عشان ما يتحرقش منك ويطلع فيه طعم الشياط. بتقلبيه كده زي ما تكون بتحمصيه يعني، تفضلي تقلبيه فيه يمين وشمال لحد ما تلاقيه اللون الذهبي اللي معاكي دوت. طبعا مش بتغمقيه قوي عشان ما طبعا ما يديكيش طعم وحش او طعم مرارة، بيدوبك بس بيصفر وبيديك تيست جميل. وطعم الرز ده يا جماعة طبعا من افضل انواع الرز اللي الناس كتير بتحبه، اللي هو الرز الحبة والحبة ده. طبعا الرز مغسول زي ما انا قلت لكم كله، ونزلنا بقيت كمية الرز على الرز المتحمر اهو، وهننزل بالمية بتاعتنا وشوية ملح وخلاص، يبقى انت كده خلصت الرز بتاعك. طبعا عملنا طبق سلطة محترم، وكانت الوجبة بتاعتنا النهاردة دي يا جماعة، يا ريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك بالقناة وتدعمونا. ويا رب يكون لو بتستفيدوا مننا تعلقوا لنا تعليقات يعني حلوة زيكم كده، ما تنسوناش باللايك والدعم والاشتراك في القناة عشان نكبر بيكم. ويا رب نكون بنفيدكم حتى لو بمعلومات بسيطة، ويا رب يكون العيد دوت ورمضان نكون طالعين من رمضان وربنا مستجاب كل دعواتنا يا رب في الخير طبعا. ويا رب يكون العيد دوت مقدمة لأي حاجة حلوة يا رب تجينا ولجميع المسلمين أو أجمعين يا رب العالمين. هنا خلاص كنا نزلنا بالمية بتاعتنا على الرز. بصي يا دوبك بتغطيه بس، او انت حسب الرز اللي معاكي، في رز بيستوي، في رز بيشرب المية على طول ما بيستويش. طبعا انت بتبقي عارفة الرز بتاعك جايباه عاوز مقدار مية قد ايه. طبعا هنا المية احنا زودناها مية عشان الرز ده عاوز مية ما بيستويش على طول. طيب في رز طبعا نوع رز بيستوي على طول، بتنزلي يا دوبك بس بتغطي الرز وخلاص، بياخد غلوتين يتشرب وهدي عليه بقى يستوي براحته. دي الشوربة بتاعتنا بقى يعني تحفة تحفة تحفة. آه شفتوا بقى الشوربة عاملة ازاي ومتفتحة. على فكرة دي أم الخلول دي تحفة، يعني هي مش هي ملحمة من جوه، هي صغيرة تبان صغيرة بس ملحمة من جوه وجميلة جدا جدا جدا، طعمها تحفة. اللي مجربش أم الخلول دي يا جماعة والطريقة دي فايته كتير. طبعا ممكن تعملها بالكريمة، ان شاء الله نعملها لكم في فيديو تاني.
ودي كانت السفرة بتاعتنا النهاردة، سفرة بسيطة لكن لذيذة، وقدمناها لكم قلت لكم كام طريقة. ممكن تعملها طاجن، ممكن تعملها برضو بالشوربة كده وتتسلي بيها، ممكن تعملها بالكريمة. طب ده بقى كان الطبق بتاعنا النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتوا مننا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.